قصة بناء الأهرامات من آلاف السنين في قلب الصحراء على ضفاف نهر النيل. قامت واحدة من أعظم عجائب العالم، الأهرامات. كان الفراعنة يعتقدون بالحياة بعد الموت، فبنى الملك خوفو أكبر هرم ليكون مقبرته ويصاحبه في رحلته للعالم الآخر نقطة. عكس ما يشاع، لم يبنى الهرم بالعبيد، بل بناه آلاف العمال المهرة، نحاتون، مهندسون، فلاحون يعملون في مواسم الفيضان نقطة. استخدموا الحبال، الزلاجات، والمنحدرات الخشبية لنقل الحجارة العملاقة. بعض الأحجار كان وزنها أكثر من 2 طن. داخل الهرم توجد غرف وممرات معقدة، وغرفة دفن ملكية تحتوي التابوت الحجري، لكنها كانت غالبا فارغة وقت الاكتشاف. رغم مرور آلاف السنين، ما زالت الأهرامات تدهش العالم، وتذكرنا بعبقرية المصريين القدماء. الأهرامات ليست فقط مقابر، بل قصص من المجد والعبقرية.